بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده في ملعب السير، والنهارده بنتكلم على الجوله 26 في دوري المتعه والقوه والاثاره والروعه في عالم كره القدم. المنافسه بقت شرسه جدا والمواجهات بقت ساخنه جدا جدا. الدوري الانجليزي الحقيقه احنا خلاص في الجوله 26، خلاص احنا بنتكلم على 38 جوله. الامور هتكون صعبه جدا وكلنا متابعين فريق نادي ارسنال الانجليزي اللي قلنا من بدايه الموسم ان هو الست اللئيمه. يا ست الله يكرمك يا جدع ما تبقاش كده، ما تبقاش مغفل بقى. انا برضه المغفل. انت يا ست انت لئيمه. طبعا الحقيقه فريق نادي ارسنال يعني فعلا لئيم جدا لانه بيقدم اداء قوي جدا الفتره الاخيره، ويمكن ده يخلينا ان احنا نبتدي بقى مباراه نادي ارسنال اللي هيواجه مواجهه ناريه جدا في قمه الجوله ال 26 بالدوري الانجليزي. مباراه هتكون مصيريه لانها امام فريق نادي نيوكاسل الانجليزي. طبعا فريق نادي ارسنال هجومه قوي جدا، احرز 58 هدف، استقبل 22 هدف، فاز في 17 مباراه وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 مباريات، على العكس من فريق نادي نيوكاسل الحقيقه بيقدم موسم سيء يعني مقارنه بالموسم السابق. الموسم ده يعني خسر 10 مباريات، على العكس ان الموسم السابق خسر في المباريات كلها 6 مباريات فقط في الدوري الانجليزي. فطبعا شايفين الفرق عامل ازاي. تعادل في 4 مباريات وفاز في 11 مباراه، احرز 53 هدف واستقبل 41 هدف. مباراه الذهاب استطاع نادي نيوكاسل ان هو يحقق انتصار على فريق نادي ارسنال، لكن الحقيقه شايف ان الفتره الاخيره الامور بالنسبه لفريق نادي ارسنال اللعيبه بقت مندمجه اكتر مع بعض، الامور هتكون صعبه على اي فريق يواجههم. على الحقيقه عندهم في نص ملعب رهيب جدا، ديكلان رايز او هافرتز، بنتكلم على ساكا اللي بيقدم اداءات متميزه جدا الفتره الاخيره، ايضا اللاعب اوديجارد على العكس من مارتينيلي. ولكن الحقيقه الفريق وايضا تروسارد دخل على التشكيله. يمكن حتى كنا بنقول انه فريق نادي ارسنال هيعاني ان هو ما عندوش راس حربه، لكن الحقيقه تروسارد اخيرا ابتدى ان هو زي ما بيقولوا كده نص العمى ولا العمى كله، ابتدى يدخل ان هو ما عندوش طبعا راس حربه قوي زي هالاند، لو بنتكلم على راس حربه متميز زي اللاعب زاك في نيوكاسل الانجليزي. لكن المباراه دي هتكون قويه جدا. طبعا المدير الفني ايدي هاو من المديرين الفنيين المتميزين جدا، لكن الحقيقه ارتيتا ما اعتقدش ان هو هيفرط في الثلاث نقاط بالنسبه للمباراه دي. المباراه هتكون شرسه، بنستمتع بكره هجوميه ما بين الفرقتين، مباراه هتكون صعبه جدا على الفرقتين. ولكن الحقيقه انا لو طبعا اكيد هتسالوني يا ترى مين اللي هيكون اقرب للفوز في هذا اللقاء، انا برشح فريق نادي ارسنال الانجليزي، لانه الحقيقه الفتره الاخيره بيقدم اداء جيد، بل بالعكس من افضل الدفاعات في الدوري الانجليزي، ان هو خسر في 4 مباريات واستقبل 22 هدف فقط. ولكن مباراه هتكون ممتعه جدا كلنا هنستمتع بيها. وطبعا لو هشرح لاعيبه من فانتازي، طبعا بالنسبه لارسنال اوديجارد مهم جدا، وايضا اللاعب ساكا واللاعب تروسارد لو هيلعب. ننتقل بقى للمباراه الثانيه ايضا اللي هتكون من المباريات القمه في الدوري الانجليزي، مباراه مانشستر يونايتد في مواجهه فولهام الانجليزي. مانشستر يونايتد يمكن الحقيقه من الفرق المتميزه جدا الفتره الاخيره، خصوصا اخر 5-6 جولات ابتدى ان هو يستعيد نفسه، خصوصا بدخول اللاعب جيرناتشو واللاعب هولاند، اللاعب المتميز اللي ابتدى يحرز اهداف، وابتدت ماكينه بقى الاهداف ترجع مره ثانيه. واعتقد بيقدموا اداء متميز جدا على الصعيد الجماعي في منطقه وسط الملعب وفي المنطقه الهجوميه. يمكن حتى كنا دايما بنتكلم على فريق نادي مانشستر يونايتد من بدايه الموسم بالنسبه للدفاع وبالنسبه لخط وسطه، اعتقد كان افضل نسبيا من فرق كتير جدا. الدليل على ذلك ان هو استقبل 34 هدف حتى الان. يمكن كنا بنقول ان العجز عنده في خط الهجوم من الموسم السابق، ولكن في اخر 5-6 جولات ابتدى مانشستر يونايتد يتحسن، على العكس من فريق نادي فولهام احرز 34 هدف واستقبل 41 هدف، واستطاع انه يفوز في مباراه الذهاب بنتيجه 1-0 مواجهه فولهام في توقيت في نادي مانشستر يونايتد بواصل تالق كبير جدا، فاز في 14 مباراه وتعادل في مباراتين وخسر في 9 مباريات، على العكس من فريق نادي فولهام اللي فاز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 12 مباراه. هتكون صعبه جدا، ومباراه ايضا هتكون شرسه جدا، وهتكون مواجهات ممتعه. فولهام عنده نص ملعب قوي وعنده كره هجوميه، مانشستر يونايتد عنده نص ملعب اقوى وعنده دفاع اقوى، وعنده اللعيبه الفتره الاخيره اللي كان بيعاني منها الجزء الهجومي ابتدى انه يتحسن. عشان كده لو هتسالوني يا ترى مين اللي هيكون اقرب فوز في هذا اللقاء من خلال تحليلنا، اعتقد ان فريق نادي مانشستر يونايتد هيكون اقرب للانتصار وتحقيق 3 نقاط، خصوصا ان بيصارع فريق نادي توتنهام على المركز الخامس. وفي مفاجاه كبيره جدا هنقولها لحضراتكم، ان نادي مانشستر يونايتد معرض ان هو يلعب في بطوله دوري ابطال اوروبا لو حصل على المركز الخامس، لانه الفرق الاوروبيه بالنسبه للدوري الانجليزي بالنسبه للنظام الجديد لدوري ابطال اوروبا، وضحناه في حلقات قبل كده ان فرق الدوري الانجليزي في الدوريات الاوروبيه محققه اعلى نقاط من الفرق الاخرى اللي بتنافس في الدوريات الاوروبيه، وبالتالي ده هيخليهم ان هم يحصدوا على مركز خامس للمشاركه في بطوله دوري ابطال اوروبا بنظامها الجديد. ويمكن برضه هنتكلم الفتره اللي جايه عن نظام دوري ابطال اوروبا الجديد مره ثانيه عشان نذكر حضراتكم. لكن المباراه هتكون ممتعه جدا، ومباراه هتكون من المباريات الناريه جدا جدا اللي كلنا هنستمتع بيها. تعالى بقى
نتكلم عن المواجهه ايضا المتميزه جدا. المدير الفني اندوني ايرولا مدير فني فريق نادي بورتسموث الانجليزي اللي بيواصل تالق الحقيقه الفتره الاخيره، فاز في 7 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر في 10 مباريات، احرز 33 هدف واستقبل 46 هدف. يمكن دفاع بورتسموث مش احسن حاجه، ولكن الفتره الاخيره اللاعب سولانكي بيواصل تالق كبير جدا. ولكن النهارده بيصطدم بقى بالايه؟ بيصطدم بالجدار فريق نادي مانشستر سيتي اللي طبعا الغيابات كلها رجعت مره ثانيه، دي بروين، دوكو، هالاند، ايضا اللاعب فودين بيقدم اداء رائع جدا. فازوا في 17 مباراه وتعادلوا في 5 مباريات وخسروا 3 مباريات، احرز 58 هدف واستقبل 26 هدف. طبعا مباراه الذهاب 6-1، مباراه العوده 7-0. طبعا بنهزر، ولكن ده نتيجه انه فريق نادي مانشستر سيتي الحقيقه بيواصل تالق كبير جدا، بيحقق نجاحات كبيره الفتره الاخيره مع المدير الفني جوارديولا. المباراه هتكون صعبه جدا على فريق نادي بورتسموث. اي فريق النهارده هيلعب باسلوب دفاعي امام فريق نادي مانشستر سيتي هيعاني بشكل كبير جدا. ويمكن شفنا ده الفتره الاخيره انه جوارديولا امام برنتفورد ذهابا وايابا لاول مره. الموسم اللي فاتت الموسم السابق خسر ذهاب واياب، الموسم ده فاز في الذهاب وفاز في الاياب. خلاص جوارديولا النهارده عمل تشكيل رهيب جدا. النهارده معاه دي بروين في نص الملعب، بيلعب برودري ارتكاز فقط. الحل الوحيد ان احنا نقتل رودري ده، لان هو دي الحاله الوحيده اللي فريق نادي مانشستر سيتي كله يقع، لان هو بيبني على رودري وبيطير برناردو سيلفا مع فودين مع هالاند مع اللاعب الفاريز وايضا دوكو لو بيلعب او اللاعب جريليش. فالحقيقه النهارده مانشستر سيتي الحقيقه بيعتبر طوفان كبير جدا على فرق الدوري الانجليزي. وبالتالي انا لو هرشح مين اللي هيكون اقرب للانتصار، اعتقد فريق نادي مانشستر سيتي. المباراه هتكون ساخنه جدا والبطوله خلاص بتشعل وبتولع. الدوري الانجليزي دوري المتعه والاثاره والجمال، وكلنا هنستمتع مع بعض الفتره اللي جايه باداءات فرق الدوري الانجليزي. طبعا يخلينا بقى ننتقل ونتكلم على مباراه مهمه جدا جدا ايضا، مباراه برنتفورد ونادي ويست هام. ويست هام الحقيقه بيقدم اداءات قويه جدا الفتره الاخيره، لكن احصائيات الفرقتين ويست هام وبرنتفورد تقريبا يعني بالنسبه لاحراز الاهداف واستقبال الاهداف تقريبا الفرقتين متساويين. يمكن دفاعهم مش احسن حاجه وايضا خط هجومهم، لكن فرق تكتيكيه شويه. فريق نادي ويست هام بيميل للعب الهجومي وعنده اللاعيبه المتميزه اللي بتقدر تديله النقطه دي. وايضا فريق نادي برنتفورد مع المدير الفني توماس فرانك متميز جدا خططيا وبيقدر ان هو يتعامل بشكل جيد جدا، خصوصا بعد عوده اللاعب توني وايضا اللاعب ويسا. فاعتقد مباراه هتكون قويه جدا، ولكن انا بقول 50-50. ولكن لو هرشح مين اللي ممكن يكون اقرب للانتصار من الفرقتين، اعتقد ممكن ارشح فريق نادي برنتفورد.